صباح الفل عليكم. النهارده هنبتدي نعمل اكله فظيعه، اكله هتعجبكم جدا جدا، اكله مشهوره على فكره، بس هنعملها النهارده بشكل مختلف. هنعمل الموزه الضاني، بس هنعملها النهارده بميكس لطيف قوي ما بين بلدين مختلفين. هنعملها بميكس ما بين الانجليز والمغاربه ما بيعملوها، وهندخل في الموضوع برتقان، وده هيضيف فليفر عظيم للاكله. فخليكم معانا عشان نشوف هنعملها ازاي. انا اول حاجه هعملها دلوقتي ان انا هبتدي اتبل اللحمه دي طبعا ممكن تقعد في التتبيله من 24 ل 48 hours عشان تطلع حلوه، بس لانه مفيش وقت دلوقتي وانا عندي ضيوف كمان شويه فهخلصها على طول. هبتدي بيها عشان اسيبها في التتبيله شويه صغيرين على ما اقطع الحاجه واجهز الفحم. التتبيله سهله وظريفه. التتبيله فيها معلقه بابريكا وكايان على بعض، يعني نص معلقه كل حاجه، معلقه جينجر، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، ومعلقه كمون. خلينا نبتدي نحط الحاجات دي في الفود بروسيسور. ونزود عليهم اوليف اويل، كده بقى عندنا تتبيله ظريفه جدا. ونبتدي نتبل اللحمه. ده شكل الموزه الضاني، دي الموزه الاماميه ودي الموزه الخلفيه، وزي ما انتم شايفين كده الموزه الخلفيه بتبقى فيها دهن اكتر شويه، وعشان كده هي دي دايما المفضله. نبتدي نحط عليها الحياء بتاعنا، ونعمل له رابنج بالمنظر ده. دلوقتي كمان هقول لكم على تريك لطيفه قوي هتاخد الفليفر بتاع الاكل لليفل تاني خالص. استعمل نعناع فريش وكورياندر فريش مع الزست بتاع البرتقال ده، وهوريكم ازاي دلوقتي بتتعمل. هتحط النعناع والكورياندر او الكورات في الفود بروسيسور، ونبتدي نعمل له رابنج على اللحمه بالمنظر ده. دلوقتي اخر حاجه في التتبيله الاورنج زست، مبشره بتاعت الجبنه، برتقانه كامله ناخد الزست بتاعها. ده بيعمل بالانس مع البابريكا اللي احنا حطيناها والكيان. الاورنج زست ده يا جماعه هو اللي هيدخل الفليفر المغربي وياخد الاكله كلها لليفل تاني. طبعا لو بعد التتبيله دي سبت الاكل في التلاجة 24 ساعه 48 ساعه يبقى افضل، لانه هيخلي اللحمه تشرب التتبيله والفليفر يبقى اقوى طبعا بتاع الاكل. الاكله دي كمان هتتعمل على نار هاديه. كده البرتقال جاهز، وهو ده شكلها بعد التتبيل. على ما الفحم يولع والاكل يقعد في التتبيله شويه نبتدي نجهز الخضار. هنستعمل بطاطس النهارده في الاكله، عايزينها تشانكس الى حد ما تخينه. الشانك الواحده تقريبا هتبقى بالتخن ده. كده البطاطس جاهزه. نبتدي في البصل، ناخد بصلتين، دلوقتي البطاطس والبصل جاهزين. ممكن نبتدي نحطهم مع اللحمه في البان.
دلوقتي يا جماعه وصلنا للجزء المهم، البرتقانه اللي هتلعب دور سحري في الميل دي. هنقطعها سلايسز، مش لازم ناخد البرتقانه كلها، بس عايزين ناخد منها الفليفر انفيوجن بتاعها. كده البان جاهزه خلاص. هنحط الفحم جوه الشوايه، نوصل للتمبريتشر اللي احنا عايزين نوصل لها، عايزين نوصل ل 350 فahrenheit، وبعدين ندخل الاكل جوه الشوايه. الموزة طلعت يا جماعه من على السموكر بعد 3 ساعات على درجه حراره 350 فahrenheit. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، واعملوا سبسكريبشن على اليوتيوب شانل، وانجوي الاكله العظيمه دي. سلامات.